السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وقت اللي يوصلكم هذا الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، اولا نرحب بلي زابوني جدد اللي انضموا لقناتي، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناه. ونرحب بلي زابوني القدم تاوعي تاني. هنا البنات تشوفوا راني حضرت معاكم اجمل واروع واسهل وصفه تاع طاجين الحلو، يجي بزاف بنين بطريقه مبسطه وبمقادير مضبوطه. هنا البنات تبعوا معايا غير بالعقل. هنا عندي بول تاع هذا تاع الحريره، عمرته فواكه جافه، عمرته برقوق وزبيب والمشماش ولا هذاك واه والمشماش. كنت عمرته يعني عبر تاع فواكه جافه. عندي هنايا عبر ناقص ان دوا تاع سكر، ملعقه ماشي معمره تاع زبده، عود تاع القرفه، وعندي هاد النجمه. هاد النجمه يعني كامل تعرفوها، تطلق لنا ذوق الشباب في الطاجين الحلو تاعنا. صاي البنات، هنا نورمالمون راكم فهمتوا. نجو هنايا للماء. الماء هنايا عندي زوج عبار تاع ماء، نقعدوا توجور بهذاك البول الابيض تاع الحريره، زوج عبار تاع ماء. ودرت معاهم يعني بارد في بارد، درت معاهم هذيك الزبده والعود تاع القرفه وهذيك النجمه. راح نضيف معاهم السكر ونديرهم فوق النار يعني متوسطه، مع التحريك باش السكر تاعنا يذوب. كما راكم تشوفون نقعدوا نحركوا باش السكر تاعنا يذوب يعني وما يلصقناش من تحت. غير يبدا السكر يذوب وتغلي معانا هذاك الماء، يعني يبدا يغلي معانا. كما راكم تشوفوا هكذا تقعدوا تحركوا حذاري يلصق لكم السكر من تحت. في الاول تقعدوا هكا تحركوا يعني يقابلوه. هنا البنات شوفوا، هذه هنايا ايطاب مهمه جدا. شوفوا هنايا العينه ما راحش ولا هذاك البرقوق ما راحش نرميه معاهم، راح نرمي جوست المشماش وراح نرمي الزبيب، راح نرميهم يطيبوا. وهذيك العينه دوك نقول لكم واحد التدبيره باش تطيب لكم وتجيكم فريمون شابه. شوفوا هنايا راح نرمي المشماش تاعي هاكا، بدا الخليط تاعي يغلي مع الزبيب، باسكو المشماش والزبيب يعني يشدوا شويه في الطياب. نحركوهم تحريكه خفيفه هكذا، تاكدت باللي السكر كامل داب بهذه الطريقه. هنا البنات هذه كاضافه، تبغوا تضيفوها تبغوا ما تضيفوهاش. انا هنايا راح نزيد رشه خفيفه تاع كركم جيست باش يعطيني لون شبابه. هذه كما قلت لكم اختياريه، تبغوا ديروه تبغوا ما ديروش. وراح نغطي على الخليط تاعي ونخليه يطيب، ونعاود نولي للعينه تاعي ولا للبرقوق تاعي ونشوفوا كيفاش راح نديروا له. هنا البنات شوفوا راني درت الماء يغلي، درت الماء يغلي تاعي وراح نغطي به كامل هذيك العينه تاعي. شوفوا البنات هذه طريقه بزاف مليحه يعني وتساعدكم سيختو المبتدئات، باش تجيكم يعني باش يجيكم هذاك البرقوق تاعكم الطري وما يكحللكمش العصوص تاعكم. وراح نخليهم هنايا. شوفوا البرقوق تاعي راح ينتفخ يعني غادي يولي فريمون طري، فهمتوني؟ ودوك نقول لكم يعني وقتاش نديره معاهم يطيب، يعني وقتاش نزيده. شوفوا هنا البرقوق تاعي، شوفوا كي ينتفخ، شوفوا كي ولا طري. ها شوفوا راهو يذوب يعني طري بهذه الطريقه. هنا الخليط تاعي راهو طبخ. شوفوا هنا كي تحلي الكسرونه تاعك وتشوفي المشماش تاعك انتفخ والزبيب يعني بدا يدخل له الطياب كما راكم تشوفوا. ها شفتوا؟ وشفتوا هذاك المشماش بدات تنتفخ الحبه. هنايا راح نضيفوا البرقوق تاعنا ونخلوه يزيد يطيب يكمل طيابه معاهم بهذه الطريقه. وصدقوني يعني الكميه تاع السكر راهي مناسبه جدا مع العبر. كاين اللي يديروا عبر معمر، انا العبر نقصت منه باش ما يجيش حلو بزاف. هنا راح نغطيه ونخليه يطيب. شوفوا هنايا بعد ما خليته طاب، وشوفوا الزبيب راهو طاب، المشماش طاب، العينه تاعي ولا البرقوق تاعي طاب. لاصوص هذه راح نخليها غير شويه تعقد، غير شويه يعني ماشي حتى يولي كراميل، حذاري. وفي هذه المرحله البنات ديروا ملعقه كبيره تاع ما زهر ورشه تاع لافاني، انا كنت درتهم وراح لي المقطع، يجي يعني مذاق تاعه روعه. هنا راح نخليه يزيد يعقد غير شويه ونتلاقوا من بعد.
شوفوا البنات هنايا بعد ما خليته عقد، ماشي عقد لي بزاف مي لاصوص تاعه شويه تقالت. شوفوا يعني الصوره راهي تعبر عن نفسها. شوفوا البنات، جربوه البنات وكتبوا لي في التعليقات رايكم فيه. هنا البنات انا زينته بطريقه يعني بسيطه، باشياء بسيطه باللي كان عندي موجود في الدار. التزيين يبقى اختياري. انا هنايا البنات نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. صحه فطوركم ودمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.